السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. انا جاي اتكلم النهاردة معاكم في موضوع جديد بالنسبة للناس اللي زهقت من ان الحمام بتاعها ما بيبيضش. ناس بتشتكي ان الحمام بتاعها ما بيبيضش، بقاله شهور ما بيبيضش، بقاله اكتر من سنة عندي ما بيبيضش، عمال احط له في الاكل والكلفة بتاعته بس برضه ما فيش انتاج. حاولت معاه كذا المحاولات وعملت كذا معاه كذا طريقة، برضه الحمام ما بيبيضش. تعرف ان كده لازم يكون في سبب ومشكلة عند الحمام احنا مش عارفينها او احنا مش واخدين بالنا منها، عشان كده على اساسها ان الحمام ما بيبيضش. هتكلم معاكم النهارده يا جماعة في الموضوع ده، والطريقة الحمد لله ان الانتاج شغال عندي والحمام بيبيض عندي، وكل الناس اللي متابعاني شايفاني وعارفة الانتاج بتاعي. وما بنبدأ موسم انتاج بيبدأ عندنا الانتاج قوي ازاي؟ بسبب الطرق الحمد لله اللي احنا بنمشي عليها باستمرار، بتخلي ان الحمام ما يقطعش بيض عندنا والحمام يفضل شغال. اول حاجه ازاي نعرف ان الحمام دلوقتي ما بيبيضش ليه، او ايه هي اسباب ان الحمام ما بيبيضش ليه؟ اول حاجه لازم تكون عارف ان انت لو الحمام ما بيبيضش عندك خلال موسم القلش، تعرف ان دي حاجه عاديه جدا وما فيهاش اي مشكله. يعني احنا نبص في الوقت ان اللي بيبقى فيه الحمام مريح او ما بيبيضش عندنا. اول حاجه اللي هو موسم القلش او فتره القلش. دايما بتكلم لو انت الحمام عندك ما بيبيضش في الوقت ده اللي هو بيبدا من شهر 7 لحد شهر 11، وفي ناس بتطول معاه لشهر 12، دي حاجه بتبقى كويسه جدا، لان المناعه بتاعه الحمام بتبقى ضعيفه وطاقه الحمام بتبقى ضعيفه. بنصح بالافضل ليه ان الحمام ما يبيضش عندك في الفتره دي، عشان بيبدا يقوي صحته ويبدا يسترد طاقته من اول وجديد. عقبال ما يغير فتره تغيير الريش والقلش عنده، الافضل ان هو ما يبيضش عندك في الوقت ده عشان لما يبدا معاك موسم الانتاج. يبقى اول حاجه تتاكد ان انت مش في موسم قلش او فتره قلش لو الحمام ما يبيضش عندك. تاني حاجة ما يكونش الحمام عندك بقاله 3 4 5 شهور بيشتغل ويبيض، وجيت ولقيته الحمام مريح عندك خلال شهر، تيجي تقول ليه الحمام ما بيبيضش؟ لا، انت الحمام عندك قعد او حوالي 4 5 شهور بيبيض عندك، وجيت لقيت ان جوز حمام معين وقف بيض بعد ما كان بينتج وشغال، تعرف ان الحمام ده ريح له شوية بعد موسم انتاج قوي. موسم انتاج عمال يحط لك حصويتين ويحضن الحصويتين ويزق للزغاليل ويبيض لك تاني، لازم بيجي عليه فترة بيريح له من خلال اسبوعين ل3 اسابيع او شهر بالكتير عشان يبدا يبيض من اول وجديد. لو انت لقيت النقطه دي عاديه، ان الحمام انتج وكان بيبيض عندك وبدا يقطع شويه وبعد كده قعد له 3 اسابيع او شهر، تعرف برضو ان دي حاجه عاديه جدا. دي اول النقط اللي بتبقى اساسي عند اي مربي او حد مربي حمام. طيب بالنسبه للناس اللي بتشتكي ان الحمام اصلا ما بيبيضش عندها بقاله 4 5 شهور ما بيبيضش في موسم انتاج او غير موسم انتاج، كده يبقى احنا عارفين ان احنا عندنا مشكله في المكان واحنا مش مهتمين بيها او مش مخليين بالنا منها. طيب اول مشكله واكبر مشكله ودايما بتكلم عليها وهفضل اتكلم عليها دايما في فيديوهاتي، اللي هي اساس 90% من نجاح تربيه الحمام وزياده الانتاج وان الحمام يفضل يبيض عندنا والانتاج يزيد، اللي هو نظافه بالحمام واهتمامك بنظافه بالمكان بتاع الحمام. النظافه يا جماعه هي اساس نجاح تربيه الحمام، هي للوقايه من الامراض. مش هيجي لك امراض، الحمام مش هيجي له اسهال، مش هيجي له ديدان، كل الحاجات دي بسببها النظافه. لو انت بتهتم بنظافه الاكلات بتاعتك، بتغسل السقايات بتاعتك اول باول، ايدك في المكان ان انت بتنظفه، ما بقولكش نظف كل يوم في الاسبوع، يوم كل 10 ايام، المهم ان انت كل ما تحس ان المكان بتاعك عايز يتنظف، الاكلات والسقايات بتتغسل يوميا، تتنظف يوميا. العيون بتاعت الحمام من محل الحمام بيقف عليه ورجليه بيبقى فيه وبيبقى فيه فضلات الحمام بتتغير ولا لا، وبننظف العيون ولا لا. كل الحاجات دي اساسي وعامل كبير ان انت الحمام ما بيبيضش وينتج عندك. يبقى اول حاجه عندنا ان احنا نهتم بموضوع نظافه المكان، نظافه الاكلات، نظافه السقايات، نظافه العيون، رش المطهرات، كنس المكان اول باول. كل ده اساسه بتخلي ان الحمام ما يبيضش عندك. تاني نقطة ان احنا بنبدأ نشتغل على فرد الحمام. يعني ايه بنشتغل على فرد الحمام؟ نبدأ نبص على الجوانب الداخلية اللي احنا مش شايفينها، بمعنى معدة او بطن الحمام. اول حاجة
بنبص عليها واحنا مش شايفينها وبنبدا نعمل له كورس علاج ليها، اللي هو موضوع الديدان. الموضوع الديدان ده يا جماعه اكبر عامل لعدم بيض الحمام، لان لو فرد الحمام في بطنه ديدان، لما بيطلع البيض الديدان دي بتاكل البيض في بطن الحمام، عشان كده الحمام ما بيبيضش وينتج عنه. يبقى اول حاجه ان انت عندك المكان الحمام ما بيبيضش، بنبدا نعمل كورس علاج للديدان. وكنت عامل قبل كده في فيديوهاتي شرح ازاي نعمل كورس ديدان. بنمشي على كورس ديدان لمده 3 ايام مع الحمام، بنديها له على الريق الصبح، بنديها له على عطش من بالليل، بنعطش الحمام عشان ياخد اكبر كميه من الميه ويمشي عليها. بنمشي على الموضوع ده يا جماعه لمده 3 ايام، بنحط له على الميه الصبح على الريق، نكون معطشينه بالليل وما ناكلهوش الا بعديها بساعتين. هتمشي على الموضوع ده لمده 3 ايام مع الحمام. لو عندك كل الحمام تعمل له جرعه وقائيه كامله، تمشي على الموضوع لمده 3 ايام. تيجي بعديها تبدا تبص على البراز بتاع الحمام وفضلات الحمام، نزل ديدان، نزل بويضات ديدان، الحاجات دي نبدا نبص عليه. نبص على لون البراز بتاع الحمام، ان كان كويس، ان كان عنده مشكله، ما عندهوش مشكله، خلاص يبقى انت لو في ديدان الديدان دي هتنزل. لو ما فيش ديدان يبقى انت عملت جرعه وقائيه اللي انت تطمن عن الحمام بتاعك ان هو ما عندهوش ديدان. دي اول نقطه بنبدا نبص عليها عشان نطمن على الحمام بتاعك. بعد ما بنعدي ال3 ايام بنفصل يومين نشربه ميه عاديه خالص، ونبدا نتابع الحمام، نشوف الحمام اشتغل، الحمام مسيف ولا لا، نمسك فرد الحمام نقلبه نشوف بطنه مسيفه ولا لا. جينا لقينا الحمام ما عندهوش مشكله وما فيهوش اي حاجه. كل ده احنا بنعالج الجوانب الداخليه الاساسيه قبل ما هنبدا نشتغل اجباري ان احنا نجوز الحمام. يعني بنبدا بالمعده والحاجات دي عشان نتاكد ان ما هياش فيها مشكله، وبعد كده بنعمل تزاوج اجباري للحمام، ودي هقولها لكم ان شاء الله في اخر مرحله. تاني حاجة، خلاص احنا بصينا على مشكلة الديدان وما لقيناش فيه مشكلة عنده، بنبدأ نفصل زي ما قلنا بيومين 3 بمية عادية، نبدأ نديله. عشان برضو طبعا انتوا عارفين لما بندي علاج ديدان او لو فرد حمام عنده ديدان بتبدأ تموت الديدان، طبعا الطاقة والمناعة بتاعته بتبقى ضعيفة. لو فرد حمام عنده ديدان بتبدأ ان انت بعد ما حطيت له مية عادية تبدأ تجيب فيتامينات تقوي له المناعة بتاعته من اول جديد وتفرد الطاقة بتاعته. يعني هنبدأ نديله بعد اليومين المية العادية، نديله لمدة 3 ايام على الريق الصبح فيتامينات اميولانت من عند الصيدليه البشريه او من عند اي دكتور بيطري، نجيب اي انواع فيتامينات نحطها للميه في الميه للحمام، عشان فرد الحمام اللي كان عنده ديدان ومناعته ضعفت والطاقه بتاعته ضعفت بتبدا تسترد له الطاقه بتاعته من اول وجديد عشان يشتغل معاك ويكبر من اول وجديد. دي اول مرحله بنبتدي فيها. تاني حاجه، لقيت الحمام برضو استنيت شويه على الحمام لقيته ما بيبيضش، تبدا تبص للفضلات بتاعته، لقيتها في عنده اسهال لون اخضر او اي حاجه من المشكله دي، بتبدا تعمل كورس تحصين، تبدا تجيب له انتينال شراب، تبدا تحطه له في الميه لمده 3 ايام، نتاكد ان بطنه ما فيش مشكله، نعالج الاسهال. لو في مشكله في الامعاء بتاعته بنبدا نعالجها. بنمشي برده كورس لمده 3 ايام على الريق الصبح عشان نتاكد ان ما يكونش في فرد الحمام عنده تلبك معوي عنده اي مشكله في بطنه مأثره على الانتاج بتاعك. يبقى احنا عالجنا اول مشكله الديدان. تاني حاجه بنعمل له كورس وقايه من مطهر المعوي، ونجيب له اي حاجه مطهر معوي زي ما قلت قبل كده في فيديوهات، وازاي تقدروا ترجعوا لها وتشوفوا لها ازاي ان انت تحط مطهر معوي للحمام وتعالج البطن بتاعه. بعد ما بتمشي على الموضوع ده وتتاكد ان مفيش مشكله والفضلات بتاعه الحمام نازله ناشفه ما فيهاش لون ما فيهاش مشكله، هتبدا خلاص تطمن ان فرد الحمام بتاعك كويس والحاجات الداخليه اللي احنا بنتكلم عليها ما فيهاش اي مشكله. هنبدا برضو نبص على فرد الحمام بتاعنا نلاقيه نشوفه اتجوز ولا لا، اشتغل ولا لا. نبدا بقى خلاص احنا اشتغلنا على الجزء الداخلي، بنبدا بقى نشتغل على النقطه الاخيره اللي كنت بكلمكم فيها اللي هو التزاوج الاجباري عند الحمام. يعني ايه التزاوج الاجباري؟ ان انت بتجبر الذكر او النتايه ان هم يشتغلوا، ان انت زي بتقول لهم ان انتوا الاثنين كنتوا مع بعض هبدا افرقكم عن بعض. بتمشي بالقانون اسمه جديد قانون التفريق. يعني ايه التفريق؟ بتيجي مثلا عندك الذكر والنتايه كل يوم شايفين بعض ومع بعض بس ما بيحصلش تزاوج، الحمام ما بيبيضش، بتبدا تشيل النتايه من الذكر وتشيل الذكر من النتايه ان هم ما يشوفوش بعض نهائي. بمعنى ان انت تاخد جزء عندك، لو انت مربي حمام سايب بتبدا تاخد جزء تشتغل عليه، لو انت مربي حمام عيون بتبقى ميزه ان انت تخلي الذكر في عين والنتايه في عين. بتبدا تحط الذكر في عين لوحده وتحط النتايه في عين لوحدها، وما تخليش الذكر يشوف النتايه خالص لمده 10 ايام والنتايه ما تشوفش الذكر خالص. هتلاقي الذكر بيبدا يزوم، كان النتايه قدامه على طول ما بقاش يشوفها، حرمتها منه، هيبدا يدور عليها. هتبدا باللي انت مش مطالب منك ان انت
ما تخلوش يشوف النتايه ولا النتايه تشوف الذكر، وتبدا تاكل الذكر ده وتاكل النتايه كل يوم. تبدا تحط لهم الاكل، تهتم بصحتهم، تحط لهم فيتامينات، زائد ان انت تبدا تحط للذكر في حبايه فلفل اسود في بقه. دي بتكون له بتاع ده النشاط عنده، وتبدا تحفزه من اول وجديد. بتمشي على الموضوع ده لمده 10 ايام، الذكر ما يشوفش النتايه والنتايه ما تشوفش الذكر لمده 10 ايام. تيجي بعد 10 ايام تبدا تحط الذكر في عين والنتايه في عين جنبه، ان هو اول لما يشوفها هيبدا يكسر في العشه، هيبدا يزوم حواليها، عايز يعدلها مش عارف يوصلها. يبقى انت حاطط النتايه قدامه في عين جنبه بس هو مش شايف. هيبدا الموضوع ده تسيبه لمده يومين، ان هو شايف النتايه بس مش عارف يوصل لها، هيبدا يزوم والنتايه هتزوم عشان توصل له، مش عارفين يوصلوا لبعض. هتيجي بعد يومين ان انت تبدا، طبعا غير اللي انت مهتم بالتاكيل بتاعهم والميه بتاعتهم ونظافه المكان، وتبدا تهتم بالفيتامينات. هتيجي بعد يومين ان هم شايفين بعض بس مش عارفين يوصلوا لبعض. هتيجي تبدا بقى اليوم اللي انت هتدخل فيه النتايه للذكر. اول حاجه ان انت هتكون ماكل اليوم ده الذكر كويس جدا، وماكل النتايه ومشربهم ومديهم الفيتامينات. وتيجي يوميها تدي للذكر 3 حبوب فلفل اسود في بقه قبل ما تدخل عليه النتايه. هتيجي تبدا الموضوع ده. الحمام اللي انا عايزه منك ان هو يكون واكل وشارب واخد الفيتامينات واخد كل حاجه، ان هو ما يبقاش وراه اي حاجه غير ان هو تدخل له النتايه عشان يحصل تزاوج ما بينهم. اول حاجه ان انت هتبدا تمسك له النتايه من على الباب كده بعد ما تاكل وتشرب والذكر يكون كل وشرب، تبدا تدخلها له بايدك، تسمي الله وانت بتدخلها، وتبدا تبص عليهم من بعيد. هتلاقي الذكر بيزوم على النتايه، بدا يلف على النتايه، بدا يحصل تزاوج ما بينهم، بدا يشتغل. هتلاقي ان شاء الله الحمام حط انتاج عندك وبدا يبيض عندك وبقى يشتغل عندك. دي تمشي على الطريقه دي مع كل الحمام اللي عندك. لو انت الحمام محبوس او سايب تمشي مع الطريقه دي. بعد 15 يوم بالظبط هتلاقي الحمام حط اول حصوايه وباض واشتغل عندك على طول ان شاء الله. انا حبيت يا جماعه اشارككم النقطه دي، والنقطه دي على طول بتابعها مع الحمام بتاعي. لو في حمام ما بيشتغلش بس الحمد لله الانتاج شغال، ولو عندي جزء مش شغال بتابع معاه الطريقه دي، والحمد لله ناجحه معايا والانتاج شغال معايا الحمد لله. انا حبيت اشارككم الموضوع ده يا جماعه، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.